ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ كل فيديو للاهلي اقول اخطاء الاهلي، اخطاء الاهلي، اخطاء الاهلي، اخطاء تمركزات الاهلي، اخطاء كولر. الحمد لله، مش الحمد لله ان الاهلي خسر، لا والله، بس الحمد لله ان الواحد بيقول كلمة وفي الاخر بتبقى صح. الحمد لله ان الواحد بيقول كلمة وفي الاخر بتبقى صح، عشان الواحد ولا عايز يبقى ترند ولا عايز يبقى من الكلام الفاضي ده. الاهلي بيشيل 5 من سان داونز، تاريخية. ليه تاريخية؟ احنا قلنا اول مرة، مرة يعني ايه اللي بيغلط خطأ كبير جدا بيبقى مرة، لكن في ظرف 4 سنين او 3 سنين مرتين كتير. 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 طب هل هي متوقعة؟ طبعا متوقعة. طبعا متوقعة. العبد لله. العبد لله. في فيديو واثنين وثلاثة نبهت ان في 5 او 6 جاية من سان داونز. حتى في ماتش القطن لما حللته قلت يا جماعة، يعني سبحان الله، ماتش القطن كنت كسبان 3-0، ما طلعتش هيصت وقلت الله اكبر، لا، طلعت قلت في اخطاء في اللعيبه والقطن مش سان داونز. والفيديو عندكم خشوا شوفوه. الفيديو عندكم وخشوا شوفوه. الناس مشيله الخطيب الليله. انا اصلا من زمان مشيل الخطيب، لكن اخر ماتشات دي يشيلها كولر. طبعا يشيلها كولر. ليه؟ انا من ماتش اسوان نبهت على تدوير اللعيبه. وحدد اولوياتك. حدد اولوياتك. هل الاولى الدوري ولا افريقيا؟ ما هو في حاجه مهمه لازم تلعب عليها، هتلعب الاثنين في شهر 2 صعب. في شهر 2 صعب. دي قصه. القصه الثانيه، موسيماني. معلش هاخد دقيقتين كده في موسيماني بس. اللي بيحصل ده حلال في جمهور الاهلي، لان موسيماني اتظلم. الجمهور جه على موسيماني. انا تقريبا في كل 3 4 فيديوهات اقول موسيماني، مش مشكله هقول تاني. بعد ال5 دي هنقعد نقول موسيماني ليوم الدين طبعا. موسيماني اتظلم ظلم باين جدا جدا جدا، صفقات ما حدش جاب له. آه الوقوف معاه قصاد الاعلام ما حدش وقف معاه. الصحفيين كانت بتطلع تضايق فيه والاداره ما بتاخدش موقف. الاداره ما بتاخدش موقف. كان ليه طلبات 1 2 3. في شهر 2 أو 3 السنه اللي فاتت قبل ما يمشي اتقعد معاه من حسام غالي، وحسام غالي طهقه في عيشته لحد الراجل ما هو اللي قال لا خلاص انا مش هكمل. ما هو مدير فني ليه طلبات. طب دلوقتي كولر، في دعم مع كولر ما كانش مع موسيماني، يبقى كده في ظلم، خياره فقوس وتنمر وقله ادب. فالجمهور يستاهل. اي جمهور هيقول انا كنت بدعم موسيماني كذاب. كذاب. كل واحد يدخل على صفحته وقتها ويشوف كان بيشتم ازاي في الراجل ده. برضو العبد لله، الحمد لله، هبقى اجيب سكرينات للكلام ده. قلت يا جماعه موسيماني صعب يتعوض، مش مهم الدوريات. هقول لك على حاجه. تخيل كده، تخيل اخدت افريقيا دي 3 4 سنين، 5 6 سنين ورا بعض بفضل موسيماني. هتيجي تقول ده احنا ما اخدناش في ال5 سنين دول 3 دوري 4 دوري، يبقى انت بتهرج. موسيماني لو كان في كاس العالم السنه دي كان ممكن يعمل نتائج افضل من كولر. موسيماني بيعرف يلاعب الفرق الكبيره بامتياز. بامتياز. موسيماني بيعرف يعدي الاختبارات اللي بيتحط فيها بامتياز. يعني ايه؟ يعني السنه اللي فاتت كان نفس الوضع في ضغط الماتشات، نفس الوضع، هو الوضع. عدى من سان داونز؟ لا، ما عداش من سان داونز، لكن تأهل. لكن تأهل. السنه دي ما اضمنلكش ان الاهلي هيكسب القطن هناك، ما اضمنش دي. ما اضمنش ان الهلال وهو جاي يلعبك هنا في مصر هيبقى متأهل وفي بطن بطيخه صيفي هيسيب لك الماتش كده. لا. نشوف تشكيل الاول الاهلي الاول لعب بمين، عشان التشكيل عليه عامل كبير جدا في اللي هقوله كمان شويه. لعب بالشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، علي معلول باك ليفت، 2 قلوب دفاع، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، 2 نص ملعب، حمدي فتحي وديانج، وقدامهم قندوسي، على اليمين فيرسي تاو، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر، وقدام محمد شريف.
عملت كده ليه يا عم؟ ايوه كده. ما هو يعني اقول ايه بس، ما هو الغباء ده يعني اقول ايه؟ لما تعمل نفس الحاجه في كذا ماتش ومستني نتيجه مختلفه، انت كده غبي. احنا شفنا ان ضغط الماتشات، لما تيجي تحط لعيب في 3 4 ماتشات طوال ورا بعض وتيجي تلعبه ماتش تقيل جامد جدا، مش هيديك. ودي شفناها في ماتش الهلال. ماتش الهلال قعدت تدي الفرقه الاساسيه تك 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 تك، جم ماتش الهلال وقعوا منك. قلت في ماتش اسوان. ماتش اسوان ده كان امتى؟ شوف من امتى ماتش اسوان وارجع للتحليل بتاعي. قلت في ماتش اسوان انت اصلا مش المفروض تلعب بحسين بالفريق الاساسي. على فكره انا مش مقتنع باحمد عبد القادر، لكن انت حطه لعيب اساسي يبقى ريحه، يبقى حافظ عليه طالما ده اللعيب بتاعي الاساسي. ماتش اسوان ما كانش تبدا باللعيبه الاساسيه. هتقول لي الدوري، طز في الدوري. طب انت لعبت بيهم الشوط الاول 3-0، المفروض اعمل ايه؟ اطلع احمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، اطلع الناس المهمه عندي، اقول لهم علي معلول. حصل؟ ما حصلش. جيت بعديها رحت لعبت ماتش القط، لعيبتك ما استحملتش واتصابوا، شكرا اركن. حسين الشحات شوف هيقعد شهر، احمد عبد القادر ما لحقكش في ماتش النهارده. ليه؟ عشان غبائك. انا كسبان، اسحب الورق المهم. ما فيهاش كلام دي على فكره. طيب ماتش المقاولين من يومين، ماتش المقاولين اللي هو يوم الثلاث اللي فات، انت بادئ ليه بعلي معلول؟ بادئ ليه بطاهر محمد طاهر وهم دول اوراقك الرئيسيه او كروتك الرئيسيه في ماتش سان داونز؟ طاهر لعبت بيه، معلول لعبت بيه، كندوسي لعبت بيه، حمدي فتحي بقاله 4 ماتشات او 5 ماتشات اساسي. طب علي معلول لعب الليل 90 دقيقه ليه؟ انا بقول لك ما يبداش، لا انت بدات وكسبت، ليه العب بيه 90 دقيقه؟ محمد عبد المنعم وكان في التحامات قويه جدا في ماتش المقاولين. الشناوي ليه ما اديش لعلي لطفي؟ مين هياخد ثقه؟ مين هيريح الشناوي؟ على فكره اما اجي اريح لعيبه مش بدني بس، لا ده ذهني. الواحد لما يهدى ماتش، لا ذهنه بيروق خالص. طبعا التغييرات بتاعته، طلع كندوسي شوط ما بين الشوطين، نزل قفشه وعبد القادر مكان طاهر، بعدين طلع حمدي فتحي ونزل السوليه، طلع ياسر ونزل ربيعه، طلع شريف ونزل كهربا، ومستني نتيجه مختلفه. انت كده بتهرج يا عم كولر. كان ممكن في ظروف تانية اشيل مجلس الاداره ان هم ما جابولكش مهاجم، ما شافوش طلباتك كلها، لكن انت نازل برجلك في الوحل وبتقول ايه انا طلباتي ما اتنفذتش. لا يا حبيبي، لا. والجمهور اللي هيقف جنب كولر يبقى جمهور منافق. تعال اقول لكم صن داونز عمل ايه. لك ان تتخيل، صن داونز اخر ماتش لعبه في الدوري يوم 5 مارس، يوم 5 برضه بنفس النتيجه، يوم 5 مارس قبل ماتش المقاولين بتاعك بيومين. على فكره مش مشكلتي ان ماتش المقاولين ما تاجلش، لا. انا عن نفسي في لائحه بتبقى انت كاتب فيها 1 2 3، تحترمها. ما تبقاش عامل زي الناس اللي ايه مش بتحترم اللوائح. في لائحه بتقول انت لو مسافر تقريبا والماتش يعني ما بين السفر، ما بين الماتش والماتش 4 ايام او 5 ايام وفي سفر، مش مشكله. فانت يا حبيبي في لوائح تحترمها، في عندك قايمه بتضم 30 واحد تستخدمها. تعال اقول لكم نكمل. صن داونز لعب يوم الاحد قبل منك بيومين، والماتش يوم السبت، يعني 6 ايام. صن داونز لعب اخر ماتش في الدوري قبل ماتش النهارده بتاع الخمسه ب6 ايام، ومع ذلك عمل ايه؟ مريح 6 لعيبه. في 6 لعيبه ما لعبوش في ماتش النهارده. 6 لعيبه سوري، لعبوا ماتش النهارده
ما لعبوش ماتش الدوري بتاع يوم الاحد اللي قبل ماتش المقاولين بيومين. على فكره اللعيبه دي منهم جابوا اهداف، زواني و موكينا اللي جاب الطلقه ده رقم 4. يعني في هدفين من الخمسه اللعيبه ما لعبتش. انت متخيل التجهيز اللي عملوه فيك ايه؟ يعني هم جهزوا افضل منك، يبقى يستحقوا نقول لهم مبروك المكسب، شابوه شابوه. عملوا قدامك ماتش محترم جدا. انت بقى عملت ايه؟ برضو نبهت ليها للرجاله اللي ايه، كولر بيهاجم حلو، كولر فيه من ريحه فايلر. جاتك نيله عليكوا على فايلر انت وهو. ده حتى فايلر لما راح سان داونز عشان يطلع متعادل، هو اتأهل، هي شطاره منه، هو اتأهل. لعب في الشوط الثاني 5 لعيبه في الدفاع و3 نص ملعب مدافع. يعني لعب 3 ورا مدافعين غير الباكات، ولعب ب3 ديفندرات عشان يطلع سالم غالي من سان داونز. موسيماني الموسم اللي فات خسر 1-0 بس اتأهل. لكن انت يا معلم نازل، قلت لكم قبل كده كولر بينزل عامل كده، انا هكسب اي حد. مفيش الكلام ده يا باشا، مفيش الكلام ده خالص. اديك شفت سان داونز مريح لك لعيبه داخله في 10 ايام، داخله في 10 ايام مريحين، وبيحفظهم الاهلي بيتحرك ازاي وبيعمل ازاي و كولر النهارده يا جماعه ليه النصيب الاكبر في اللي حصل، مع احترامي يعني لاي حد ليه راي تاني فوق دماغي، لكن كولر النهارده ليه النصيب الاكبر في اللي حصل. لك ان تتخيل اللعيبه اللي احنا عمالين نهاجمه بقالنا كام ماتش، بيرسي تاو عمل ماتش حلو النهارده بالنسبه له. بالنسبه للعيبه الثانيه بيرسي تاو هو افضل لاعب النهارده، هو اللي حللها. اشترك في الهدف الاول، الهدف الثاني مجهود خرافي منه. لك ان تتخيل ان بيرسي تاو اللي احنا عمالين نقول عليه ده عيان ومريض وبياخد حقن، بياخد مش عارف ايه، بياخد جلوكوز، افضل لاعب النهارده. تعالوا بقى كده هنمسك لاعب قبل ما نخش على الصور. الشناوي مش كل الاهداف يسأل عنها، في حاجات تخص وحاجات لا. لكن الهدف المستفز، الهدف الثالث، طلقه ده جاي في المقص، ده هدف جاي في المقص، صعب جدا يعني الكرة سريعه، كرة سريعه، لكن انت عندك وقت تطلع تلعب، وبعدين انت مش بعيد، انت مش على القائم الثاني، انت بينك وبين القائم كده نطه بس هو تقريبا الشناوي اتعلم عليه من حوار الشمس، الشناوي بتاع الشمس. ندخل في محمد هاني. قلت لكم يا جماعه قبل كاس العالم وبعد كاس العالم محمد هاني اخره شهر كاس العالم، شهر اسبوعين كاس العالم، وبعدين هيرجع محمد هاني اللي احنا عارفينه. ده محمد هاني اللي احنا عارفينه هو ده، لا بيغطي عكسي ولا بيطلع يعمل عرضيات، اي حد بيلمه ما بيغطيش على زميله. محمد هاني، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. الهدف الثاني الاثنين كوارث. لك ان تتخيل ان دول بيلعبوا دولي، يعني حتى لو ياسر بيروح يقعد دكه دولي، اتاخد في قائمه المنتخب دولي، ومحمد عبد المنعم بيتقال عليه احسن مدافع في مصر، مش مغطي الاوفسايد. هتشوفوها في الصور، عامل خط كده عليه هو محمد هاني، يعني لو هو واقف على محمد هاني على خط واحد الجون ده يتلغى. طيب ياسر عمل ايه في اللعبه دي؟ هو اللي راح يعمل جامب مع الراجل اللي عملها اسيست اللي جاب الجول. يعني هو طالع يضرب الراجل اصلا، مش طالع يلعبها، لكن الراجل بتاع سان داونز طالع يعمل ايه؟ لمسه واحده، عمل جامب وريحها بس. لكن ياسر جاي من اخر الدنيا، سايب مكانه وجاي من اخر الدنيا. على فكره ياسر يعني ياسر ابراهيم لو كان واقف في المكان ده ما كانتش جت.
ياسر لو كان واقف في المكان ده ما كانتش جت، لكن هو ساب مكانه وطلع انطلاقه في منتهى الغباء، ويا ريته جابها. الراجل هو اللي طلع خدها هدف. فعندك اتنين قلوب الدفاع رايحين في 60 داهيه. علي معلول، علي معلول ليه وعليه، في عرضيات كتير ما بيعملهاش، في تكمله كتير ما بيعملهاش وهنشوفها في الصور. يعني علي معلول لو كان منطلق في هجمات كان زمانها اهداف او اسيستات، ما بينطلقش. بس برضو اشيل كولر ذنبه. بتلعبوا ليه 90 دقيقه اخر ماتش المقاولين؟ بتلعبوا ليه 90 دقيقه؟ كولر. حمدي فتحي، كولر، بقالك 3 ماتشات بتلعبوا اساسي ليه؟ بقول لك سان داونز مريح لك 6 لعيبه 10 ايام، فوق ال 10 ايام، والله انا بقول لك كده تقريبا 10، لكن هي فوق ال 10 ايام، 10 ايام. ديانج يا جماعه مش عايز يلعب، ديانج عايز يمشي. ما هو لازم في الاداره، يعني محمود طاهر ربنا يمسيه بالخير كان ذكي، شاف حجازي وتريزيجيه ورمضان صبحي مش عايزين يكملوا في الاهلي، هم عايزين يحترفوا، جاب منهم فلوس قد ايه؟ لا جاب فلوس كويسه جدا، وعوضهم يا جماعه ملوش مزاج يلعب، ما بيغطيش في اماكن مهمه كتير. القندوسي انا كنت ساي يعني ايه المفروض ده اقوله من ماتشين، المفروض حتى في ماتش القطن حتى لما جاب هدف. القندوسي لاعب كسول جدا 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 في الارتداد الدفاعي، ما بيرجعش خالص، ولو رجع بيفضل واقف ما بيضغطش، وده في عرف الاجانب مش هيكمل مع الاهلي. خدوا مني التصريح ده، احمد قندوسي مش هيكمل في الاهلي، يا اما يتغير يا اما مش هيكمل، مفيش حاجه في النص على فكره. لان الكوره مش طول ال 90 دقيقه انت في رجلك الكوره كفريق اهلي او قندوسي، لا، الكوره 90 دقيقه، 45 دقيقه ممكن تكون ليك، و45 دقيقه مطالب فيها تقعد تضغط ضغط. القندوسي ما بيعملش كده خالص. القندوسي ما بينزلش لتحت يستلم، فانت مستني تشوف نص ملعب قوي. بيرسي تاو بالنسبه لي بعد الاداء السيء من كل اللعيبه اديله 7 من 10 8 من 10. الى حد ما اجتهد، وكان الى حد ما مركز، وكان الى حد ما بيحاول على المرمى، واجاد في الهدف الاول ان هو قطع الكوره، اجتهاد كبير منه. الهدف الثاني اصرار منه انه يروح لوحده بالكوره ويجيب هدف. محمد طاهر زيرو الماتش ده، زيرو خالص. محمد شريف غير الهدف مفيش اي اضافه، مش هجام، جات له واحده كانت طوليه قبل الهدف تقريبا، يعني اقف عليها، اعمل محطه كده عليها لحد ما تطلع اللعيبه، مفيش الكلام ده. فللاسف اللعيبه تشيل مع كولر. انا ممكن في اوقات تانية اشيل مجلس الاداره، انا اصلا اغلب الاوقات بشرك مجلس الاداره في كل حاجه، لكن المره دي الحقيقه مدرب ولاعيبه، صرف مدرب ولعيبه. معانا شويه صور كالعاده اخطاء الاهلي، اخطاء لعيبه الاهلي، اخطاء كولر في التعليمات اللي بيديها لعيبه الاهلي كالعاده. يعني كولر كده لو كان جابني كده تحت باطه كده وقال لي انت بتقدم ايه انا عايز اتفرج، كنت هقول له لعيبتك بتعمل 1 2 3 هيشيلوهم 5 في جنوب افريقيا. دي انا قلتها في كل الماتشات اللي فاتت، ده انا حتى ما حللتش ماتش القطن، ماتش المقاولين الاخير، لما شفت التشكيل بتلعب بكل ده اساسي يا محترم، كل ده اساسي. وانا عارف ان دي انت يعني ما شفت ماتش المقاولين، شفت التشكيل كده اهو، يا خبر ابيض، ده معلول هيلعب بيه في ماتش سان داونز، ده طاهر هيلعب بيه في ماتش سان داونز، ده القندوسي هيلعب بيه في ماتش سان داونز، فتحي هيلعب بيه في ماتش سان داونز، محمد هاني هيلعب بيه في ماتش سان داونز، الشناوي هيلعب بيه في ماتش سان داونز، عبد المنعم هيلعب بيه في ماتش سان داونز.
ريحت مين؟ وانت على الناحيه الثانيه 6 لعيبه ما لعبوش ماتش الدوري الاخير اللي هو اصلا من 6 ايام. معانا شويه صور لاخطاء الاهلي، تعالوا نتفرجوا عليها ونرجع لبعض تاني. اول هجمه كده معانا، بص الفاور ده، بصوا فاول عادي جدا. بصوا اللقطه دي، 4 لعيبه على لعيب واحد، ازاي؟ معرفش، والله ما اعرف. بصوا المساحه دي بقى اللي بتتكرر تقريبا في كل الماتشات المهمه، وده القندوسي اللي على الشمال، ده حمدي فتحي وديانج على اليمين، والقندوسي زي على الشمال واقف زي ما هو ما اتحركش. بصوا القندوسي ما بيتحركش يا جماعه، ما بيضغطش، ما بيرجعش. نقطه سلبيه جدا في القندوسي، مش هتخليه يكمل في الاهلي. تصويبه وهدف جميل جدا جدا بصراحه يعني. وده يتصد من الشناوي، ده يتصد، هو ممكن يتفاجئ بيه عشان الزحمه. بصوا يا جماعه، حمدي فتحي وديانج فين؟ على اليمين قدام، قندوسي ورا. هنا الشناوي بيقول لهم اضغطوا اضغطوا، كان فين ايمن اشرف؟ اضغط. دي هجمه حلوه جدا لمحمد شريف، ولا سدد على طول، ولا خد منها ركنيه، ولا وقف عليها لحد ما اللعيبه تطلع، بتتاخد منه بمنتهى السهوله. وهنا بنقول على محمد شريف وحش. بصوا دي لو اتلعبت عكسيه، كالعاده اخطاء يا جماعه متكرره. الحسنه او يعني كام حسنه لبيرسي تاو، الضغط اللي عمله. هنا بقى القندوسي مش زي قفشه، ما هو في واحد حلو عن واحد في حاجه. لمسه واحده حط في محمد شريف انفراد، لمسه واحده. عارفين قفشه بيعمل ايه؟ بيستلم الاول ويبص وحنكشه، وزي ما انتم عارفين. ده الهدف الثاني. ياسر ابراهيم سايب مكانه من اخر الدنيا عشان يطلع يلعب مع الراجل فوق. تو ايه النتيجه؟ الراجل لعبها ونزلت وجت هدف تاني. بصراحه حاجه تقرف. اهو ده اللي مغطي الاوفسايد مين؟ محمد عبد المنعم. المفروض يقف مع محمد هاني على الخط ده، تبقى اوفسايد. صعب صعب يا جماعه، والله والله صعب اللي بيحصل ده. افضل مدافع في مصر بيعمل اللقطه الغبيه دي. غباء، ده اسمه غباء. حتى محمد هاني ما جريش برضه على الراجل بعد كده. اهو هنا كان ياسر طلع مع الراجل والراجل لعبها برضه. هنا محمد هاني بيعمل عرضيه، يا تلعبها على قوس ال 18 اللي ده يسدد، يا اما تلعبها على البعيده وطاهر يخش يجيبها. ده اللي انا اعرفه، او اي حد بيفهم كوره، او اي حد بيتابع كوره اوروبيه، او الكوره دي تلعب كده. لكن طبعا اللي عمل الراجل اللي شايفينه دوت وشتتها. عظمه محمد هاني. شايفين يا جماعه الاتنين دول مين ماسكهم؟ مين؟ الهوا. ايه الهوا؟ هنا تسديده حمدي فتحي لعبها في نص الجون، لكن لو في حد منطلق من الحته دي، دول لازقين في بعض ليه؟ دي يا جماعه اخطاء والله ما هتكسبك، دي اخطاء والله ما هتكسبك. دي كانت تتلعب هناك كده، اللي منطلق محمد هاني او بيرسي تاو يكون متاخر شويه على الخط، فارد الملعب على الخط، هتبقى خطيره، خطيره جدا كمان. لكن ايه المنظر ده يا جماعه؟ هنا الهدف الثالث، ده الثلاثي بتاع نص الملعب، ديانج وحمدي فتحي والقندوسي. اتفرجوا، انا مش هتكلم، اتفرجوا بقى. ده ضغط يا جماعه. لو بلعب في الشارع على الاسفلت في الشارع هضغط، اللي معاه الكوره هضغط عليه. ايه ده؟ تسديده قويه جدا جدا، وجايه فين؟ في المقص. يعني برضو ايه حظ الشناوي السيء، جايه في المقص. بصوا الكوره جايه فين، شفتوها اهي في المقص. طبعا الشناوي ما حاولش عليها اساس، الكوره سريعه جدا وقويه جدا، لكن هو كان يكمل عليها، يعني ينط عليها، يعمل اي حاجه زيه زينا الشناوي. بصوا هنا بقى التكنيك بتاع لعب الكوره للعب اهي، شايفين فين؟ في المقص. يعني لا، يعني اللعيب ده لو اقول ايه، بس لو بيتمرن عليها كل يوم مش هيجيبها كده الحقيقه يعني. هنا بيرسي تاو يأس، فين حمدي فتحي وديانج هنا عشان يسددوا، وفين معلول وطاهر على البعيده عشان يلعبها؟ ده يأس. اللقطه دي بتبين حاله الاهلي مع كولر. فين الحلول؟ فين حلولك؟ طبعا تسديده اي كلام، بس الراجل مفيش في دماغه اي حاجه يعملها، مفيش بايده اي حاجه يعملها للاسف يعني. هنا برضو اللعبه دي هنا بقى اللي المفروض كان يحصل في كل الاهداف وكل الماتشات اساسا. بصوا ديانج، الراجل استلم
بيدي وشه للجون، ديانج دخل، خلصت اهو، خلصت. وبرضه شوف الثلاثي اللي وراه، ايه رايكم فيه؟ دي من محمد عبد المنعم. قولوا لي بالله عليكم، بالله عليكم، دي لازمتها ايه اللعبه دي؟ دي لازمتها ايه؟ اهو، طلعت بره. طب انت كده ضيعت هجمه، ضيعت استحواذ، كان ممكن تعمل اي حاجه. هنا الشوط التاني بيبتدي، وبصوا دي خطيره جدا. طبعا اللاعب حب بقى ايه، قال لك ايه الاهلي، لا نلم ونعمل براحتنا بقى. هنا قفشه، ما تطلع علي معلول يا باشا، طلع علي معلول. قفشه هو قفشه، قفشه هو قفشه. هنا معلول لعب عرضيه جميله جدا جدا، لكن في تاو وهاني هنا، تاو وهاني مش موجودين كالعاده، لازقين في بعض على القريبه كالعاده. طبعا الراجل استلم وحط براحته. هنا بصوا التمريره دي، تمريره حريريه، لان مفيش ضغط طبعا. دي على فكره بهدف المفروض يعني، لكن اتسددت بره، اتسددت بره. هي بصوا، بصوا السلاسه، السلاسه. برضه بص دي تمريره جميله جدا برضه. بص ده فين وده فين، وضربوا كام لاعب، ووصلت له، وصلت له. لكن الشناوي طلع فيها، الشناوي لو ما طلعش فيها هدف، من غير كلام يعني. الكلام اللي بنقوله ده من غير كلام، اهداف. هنا بيرسي تاو من افضل ماتشاته الفتره الاخيره. هنا بصوا محمد شريف عمل ايه، محدش جه جنبه، وقع لوحده. طب افرض يا جدع تاو اتزنق ولعبها لك، هيلعبها لك ازاي على الارض كده؟ طبعا تسديده قويه جدا فيها غل من بيرسي تاو. عمل ماتش كويس الحقيقه يعني، عمل ماتش حلو جدا، حلو نقول عليه حلو. هنا طبعا شريف اخد واحده بالركبه في بطنه، لكن عادي، ما شفناش حاجه. هنا بصوا حمدي فتحي وديانج فين، ده الهدف الثالث ولا الرابع. الراجل لم علي معلول، اللي اتلم ده يا جماعه علي معلول، اللي اتلم ده يا جماعه علي معلول. وهدف طبعا. علي معلول اول ما طلع من الحته دي مكانه اتكشف، تسديده، هدف. ببساطه، ببساطه، دي بساطه. الهدف الرابع، الخامس، هدف الخامس. محمد عبد المنعم افضل مدافع في مصر، بيلعب مع الهوا، بيلعب مع الهوا. ايه رايكم في الاخطاء اللي تقريبا كل ماتش للاهلي بقول عليها؟ هل انا مطالب مني إيه لما الاهلي يكسب واحد ولا اتنين ولا تلاته اطلع اقول الدنيا حلوه؟ يا جماعه انا بقول على اخطاء متكرره في الاهلي بيعملها كولر واللعيبه. إيه موسيماني لازم ادافع عنه، لازم ادافع عنه. انا طبعا يعني مش من دلوقتي بدافع عنه، انا الراجل ده اصلا طول ما هو موجود وبعد ما مشي وانا بدافع عنه. انا الراجل ده كنت مقتنع بيه جدا جدا جدا، واللي حصل من الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته ظلم بين. الاهلي هيدفع ثمنه كتير، الاهلي هيدفع ثمن اللي حصل لموسيماني كتير جدا 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 جدا. والايام بينا، والايام بينا. اتمنى تكونوا شفتوا الاخطاء واحفظوها كويس، عشان هتبقى علامه في فرقه الاهلي، علامه في فرقه الاهلي. من ضمن الحاجات الغريبه في ماتش النهارده، سان داونز شاط عليك 10 كور، 10 تسديدات، 10 تسديدات، دخل فيك 5. رقم رقم مخيف، لان في فرق كبيره جدا 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 ما بتعملش كده. وما تقدرش تقول هو راح بهجمه جابها، لا لا. وقلت، وفي كلمه قلتها في ماتش الاولاني سان داونز 2-2، قلت سان داونز ما كانش دايس بنزين. اللي شافوا الفيديو هيبقى عارفين الكلام ده. قلت سان داونز ما كانش دايس بنزين، لان كنت متاكد وقتها ان في ماتش العوده في مش اقل من 4-5، وطلعت خماسيه. ده مش اول ماتش هيخسره الاهلي، هيخسر كتير. كولر مش احسن مدرب، موسيماني افضل منه، فايلر افضل منه، في ناس كتير افضل منه. كولر بيتبع اسلوب، هو الجمهور بيحب الفرقه اللي بتهاجم، بيحب المدرب الشجاع. طيب ماشي، كل عقلكم.
كل عقلكم الحقيقه يعني. الراجل بامتياز اكل عقل الجمهور وصدر له مشهد ان انا ايه، شجاع ودافع. وموسيماني كان خواف وجبان، كان خواف وجبان. صعب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم دعمونا بالاشتراك في القناه واللايك. شكرا.